لقجع يوضح الزيادة في سعر البوطة. قال فوزي: لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الدولة من 2015 إلى 2021 خصصت ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان. لم يستفد 20% من الفقراء إلا ب 2.5 مليار درهم منها بشكل سنوي، أي 14% من هذه الحصة، في حين استفاد 20% ممن لديهم الإمكانات من أكثر من 27% من هذا الدعم. وتساءل لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين: هل الاستمرار في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين والقدرة الشرائية، أو توفير هوامش وإعطائها مباشرة لمن يحتاجونها؟ وأشار أن 3.6 مليون من المغاربة سيتوصلون هذه السنة ب 26 مليار درهم، وفي 2026 ب 29 مليار درهم، والحكومة مطالبة بتوفير هوامش أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات. وأضاف: ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريراً في الأسعار، هو فقط إضافة 10 دراهم في الثمن، والثمن الحقيقي للبوطة اليوم هو 88 درهماً. معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهماً للقنينة الواحدة.